شباب، بصوا ورايا السكاي لاين الجميل بتاع الدوحه فيري كلين. بقى اقول لكم ليه. ده المبنى المفضل ليا هنا في الدوحه. المبنى هو مسجد ومركز بن زايد الثقافي الاسلامي، والمميز في المركز ان طرازه المعماري مستوحى من احد اعظم المساجد الاسلاميه في التاريخ، وهو المسجد الشهير في مدينه سمراء في العراق اللي عمره 1200 سنه ولسه موجود لحد اليوم. مأذنة المسجد تعتبر تحفة معمارية، وكانت إنجاز هندسي فريد في هذا الوقت، وده طبعا لحجمها الضخم. طولها 52 متر ومكونة من 399 درجة. بنلاقي التصميم الأيقوني ده في واحد من أعظم مساجد القاهرة، هو مسجد أحمد بن طولون بحي السيدة زينب. طبعا المساجد العظيمة دي هي خير دليل على عظمة الحضارة الإسلامية، بالذات في فترة الخلافة العباسية اللي بيعتبرها كل المؤرخين الإسلاميك جولدن ايج أو العصر الذهبي الإسلامي، لأن طبعا حصل تطور وازدهار كبير بالذات في الناحية العلمية والثقافية والاجتماعية. وطبعا كلنا نسمع عن العلماء المسلمين العظام في الفترة دي، أمثال ابن رشد، ابن سينا، الكندي، الفارابي وابن خلدون، وطبعا معظمهم كانوا في الفترة اللي هي امتدت من حوالي 850 ميلادية إلى حوالي 1250 ميلادية، وكانت طبعا مرتبط انتهاء فترة العصر الذهبي الإسلامي بدخول المغول لبغداد. طبعا بالنسبة لمركز بن زايد في الدوحة يعتبر مركز حديث تم افتتاحه سنة 2008، ولكن يعتبر مركز ثقافي إسلامي مهم بيساهم في نشر العلم والمعرفة والثقافة الإسلامية بالنسبة للمقيمين وأيضا الزوار لدولة قطر. طيب خلينا نبص كده على أبرز الأنشطة في مركز بن زايد الإسلامي. طبعا هو مركز إسلامي تعليمي. الخدمة هنا مجانية مفتوحة لكل المقيمين في قطر. لو حد عايز ياخد دروس في اللغة العربية، عايز طبعا يتعرف أكتر عن الإسلام، ممكن يجي هنا المركز. وفي خدمات كتير موجودة طبعا، وفي مكتبة في الدور الثاني هنا برضو متاحة لكل الناس، بالإضافة في طبعا فري بوكس أو كتب مجانية بالإضافة للأنشطة في بعض القطع الأثرية الإسلامية الموجودة. في قطعة جميلة جدا عجباني، هي عبارة عن مشكاة من العصر المملوكي من مصر. طبعا هي قطعة أثرية قديمة جدا، كانوا بيستخدموا الشموع عشان ينوروها. يوجد أيضا قطعة من كسوة الكعبة المشرفة معروضة في المركز، بالإضافة لبعض الآثار الإسلامية مثل طبعا الدنانير العباسية الموجودة دي طبعا قيمة جدا. ودي برضو أحد القطع الجميلة، هي يعتبر قربة لشرب المياه وكانت من العصر المملوكي، بالإضافة إلى مجموعة من المصاحف الأثرية. يوجد أيضا نشاط مميز جدا في المركز، وهو عبارة عن Virtual Reality أو عرض بالواقع الافتراضي عن قصة بداية الإسلام ومشاهد من الكعبة المشرفة. فعلا اتأثرت بيه جدا، وأنصح أي حد يزور المركز إنه يجربه. في النهاية بشكركم على المشاهدة، وإن شاء الله نتقابل في حلقات قادمة.